صفرة تحضر، تبقى الحيازة لمصلحة فريق الحشد الشعبي. لكن شاهدنا تصويبة رائعة جدا من اللاعب خالد حسن. – 64-59 النتيجة، تقدم لمصلحة الكرخ. كرة مع كلاي أنتوني، الدخول، ضاعت النقطتين، كان يبحث عن الخطأ هذا اللاعب. كرة تعود ليفي برادلي، ليفي درايف، تصويب وتسجيل، نقطتين رائعة جدا باستخدام اللوح الزجاجي. ويا برادلي من جديد، كرة لتايسون، تهدئة الأوضاع، براين هولمز والبلوك شوت حاضر من علي حاتم. ماذا تفعل في هذا اللقاء يا علي؟ 5 بلوك شوت إلى غاية الآن، اعتراض دفاعي خيالي جدا. شاهدنا الهيلب والمساعدة، قفز من مركزه إلى الآرك على مستوى 3 بوينت، تحسب أكيد لمصلحة اللاعب علي حاتم. كرة تعود محمد قاسم، لاعب الشوتنج جارد، لأول دخول وأول لمسة، حاضر بالتشكيل الخماسي الآن، سجل أيضا بنجاح. بديل الحاضر في تشكيلة الكوتش علي فرحان، سجل ويقلص الفارق. كرة وتصويب أيضا، ضاعت على 3 بوينت. أين الريباوند؟ ويا خالد الريباوند وتصويب من جديد، ضاعت على اللاعب حسين علي. ضاعت الثلاثية محمد قاسم على الباك تو باك، ضاعت من جديد. صفرة تحضر في هذه اللحظات، خطأ حاضر لمصلحة نمور. حالة صعبة جدا باللقطة الأخيرة. بالسلامة يا منتظر ميثم، هل هو الخطأ على اللاعب علي حاتم؟ شاهد هذه اللقطة الأخيرة، لا، خطأ كان على اللاعب حسين علي. نعود من جديد، كرة وتصويبة قصيرة ضاعت. أين الريباوند؟ قتال أسفل السلة، هو الخطأ على اللاعب علي حاتم. حذار يا علي، فريق بحاجتك. مجهودات كبيرة لعلي حاتم في هذا اللقاء، 5 اعتراضات دفاعية فعل المستعيد علي حاتم في هذا اللقاء. أيضا حسين علي، أكيد ما أنسى هذا اللاعب، 5 ثلاثيات من 6 محاولات. أيضا حسين علي أداء مثالي هذا اليوم في هذا اللقاء المهم جدا. 4 نقاط هو الفارق. الكرخ يتقدم في قاعته، 7 دقائق 14 ثانية متبقية. كرة لعبت من الحد النهائي، محمد قاسم تصويب على 3 بوينت، ضاعت الكرة، ضاعت على اللاعب محمد قاسم. لتعود الكرة، ايزيا درايف جديد، أين التكملة؟ ضاعت على الكناري. براين هولمز خطير جدا هذا اللاعب، بلوك شوت خالد حسن، ويا خالد من جديد أيضا البلوك شوت. اعتراضات دفاعية بالجملة من فريق الكرخ، لكن نمور يضرب من الداون تاون، أحد الحلول المهمة. لاعب الجارد، حلوة يا نمور. منتظر ميثم يسجل بنجاح، تقليص الفارق من جديد. ماذا يفعل الكرخ في هذه الهجمة؟ ضاعت. أين الفاست بريك؟ كلاي أنتوني إيرلي في صناعة اللعب، كلاي درايف، التصويب، ضاعت الكرة، ضاعت بغرابة شديدة. شاهد من جديد، فاست بريك، نايس اسيست. خالد حسن يحصل على الخطأ، خالد حسن ورميتين حرة. أكيد أيضا أداء دفاعي مثالي لهذا اللاعب. شاهد behind the back assist، خالد حسن يحصل على الخطأ من بوابة اللاعب براين هولمز. رميتين حرة لخالد، لاعب القادم من نادي نفط الشمال. المحاولة الأولى بنجاح. حلوة يا خالد، بانتظار تنفيذ الرمية الثانية أيضا بنجاح. تصويبات رائعة جدا لخالد، حلوة لفريق الكرخ. زيادة الفارق من جديد،
68-65. الكرخ مستمر بالتقدم في هذا اللقاء مع وجود تايم اوت في هذه اللحظات لمدرب فريق الحشد الشعبي الكوتش علي فرحان. نعود إليكم بعد انقضاء زمن التايم اوت. الكناري مستمر بالتقدم، أفضل مسجلي هذا اللقاء لغاية الآن براين هولمز 25 نقطة، أما على الجانب الآخر حسين علي المرشدي 19 نقطة لصاحب الثلاثيات البعيدة الرائعة جدا. من جديد أولى المحاولات بعد التايم اوت، نقطتين بعد أسيست رائع جدا من كلاي أنتوني إيرلي، حاضر ومتواجد. علي عبد الله تايسون يسجل أسفل السلة، يرجع الفارق إلى نصف سلة. ضاعت الكرة أيضا على فريق الكرخ حين الفاست بريك، بدان جديد للكرة، شاهد الدبل تيم، ضغط دفاعي شديد جدا على لاعب فريق الكرخ لتعود الكرة للكناري. خالد حسن محاولات، خالد ينتظر المساندة الهجومية، مجرد ما يلمس الكرة راح يكون هناك ارجاع للكرة، إذن مخالفة ارجاع الكرة حاضرة في هذه اللحظات. شاهد حسين علي يتحدث مع خالد يقول له هدئ الأوضاع، خلي نلعب على سيت اوفنس، الاستعجال يولد الأخطاء يا خالد. كرة من الحد الجانبي، كلاي أنتوني، محاولات على الارك، ستيب باك، التصويب ضاعت. كلاي أنتوني إيرلي أضاء أكثر من كرة هذا اللاعب. على العموم كرة من جديد ضاعت، تعود لفريق الحشد الشعبي الذي أيضا فقد الكرة عن طريق نمور. إذا استقر الكرة بحيازة الفريق الذي يرتدي القمصان الصفراء الكناري، عميد الأندية العراقية على مستوى الألقاب. كرة من الحد الجانبي، ايزيا ماركو هامنز، ممكن حسين علي، ستيب باك، البول فيك، التصويب، تحدثت أكثر من مرة، غير طبيعي هذا اللاعب. شاهد الإشارات، سابع الثلاثيات، 25 نقطة. ماذا تفعل يا حسين علي في هذا اللقاء؟ أداء مثالي وممتاز جدا لحسين علي، أكيد هو رمانة الميزان بالنسبة للكرخ في هذا اللقاء. سوف يشكره زملائه كثيرا بعد انتهاء هذه النتيجة بفوز الكرخ، لكن الوقت متبقي كثير جدا، 4 دقائق 33 ثانية متبقية، وهو وقت طويل جدا في عالم الباسكتبول. 71-67. الكناري مستمر بالتقدم. شاهد هذه اللقطة الأخيرة، خطأ لمصلحة ايزيا ماركو هامنز. كرة من الحد الجانبي، كرة لبرادلي، ممكن ليفي، محاولات جامب شوت بطريقة صعبة جدا، أضاع الكرة، تنتقل الحيازة لمصلحة فريق الحشد الشعبي. 71-67. هجمة مهمة جدا، الحشد الشعبي، براين هولمز، براين خطير ومثير، درايف، ضاعت الكرة، ريباوند من جديد، تحضر 200 حرة لمصلحة براين هولمز. كانت محاولة جادة جدا من خالد حسن للاعتراض الدفاعي. على العموم رميتين حرة. شاهد على الإعادة هذه اللقطة الأخيرة، من ارتكب الخطأ؟ نعم خالد حسن، خطأ واضح، الضرب بمرفق اليد.
رميتين الأولى بنجاح. استغلال الرميات الحرة أمر مهم جدا ويؤثر على نتيجة اللقاء. براين هولمز محترف الحشد الشعبي يسجل بنجاح. تخلص الفارق من جديد. طالعة هجومية بقيادة حسين علي المرشدي. 25 نقطة في رصيد هذا اللاعب إلى غاية الآن. نقل الكرات ايزيا ماركو درايف الاسيست. ضاعت النقطتين على اللاعب علي حاتم، لكن تبقى ثاني الفرص من جديد. تصويب على 3 بوينت مالها غير ليفي ماركو. حلوة ليفي او عفوا هذا ايزيا ماركو. 19 نقطة لهذا اللاعب، يصل الى النقطة رقم 74 في رصيد فريق الكرخ. شاهد تسجيل ايضا حاضر. كلاي أنتوني إيرلي ايضا يسجل بالفينجر تيب. تقلص الفارق 17 نقطة لهذا اللاعب. عنده ثلاثية واحدة لغاية الآن. دخلنا بالموني تايم. محاولات اسفل السلة. حلو الانفراد الدفاعي ايضا. شاهد الفاست بريك. صافرة حاضرة. حيازة لمصلحة فريق الحشد الشعبي. حسين علي يتحدث، طالب بالرجوع لتقنية الIRS على من كانت اللمسة الأخيرة. براين دخول تسجيل. لا، ضاعت هذه الكرة، ضاعت على فريق الحشد الشعبي. نايس سبين ايزيا ماركو. محاولات، ضاعت الكرة. ريباوند الحشد الشعبي. تايسون. نقل الكرات نمور لا محمد قاسم. نمور من جديد. التصويب. التاي جيم يعود. فتى الذهبي لاعب الجارد نمور يسجل بنجاح. يا لها من ثقة كبيرة يمتلك هذا اللاعب. نمور يصل إلى 14 بوينت في رصيده الشخصي. ولفريق الحشد الشعبي عودة من الباب البعيد في هذا اللقاء. أخذ المباراة خطوة بخطوة، والعودة الكبيرة عن طريق النجم منتظر ميتم ملقب بنمور. تاي جيم يحضر. 74 نقطة لكل فريق مع وجود تايم اوت. وقت مستقبل. عدنا إليكم من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. مباراة مولعة في قاعة الشهيد منذر علي شناوة. عودة الحشد الشعبي بثلاثية بعيدة المدى عن طريق نمور صاحب ال 15 نقطة و6 ريباوند و1 اسيست في أفضل أداء له منذ بداية الدوري. من ولي نمور الكرة والحيازة. نعود لأجواء هذا اللقاء. ايزيا ماركو هامنز. نقل الكرات إلى ليفي برادلي. ليفي ممكن بيهايند ذا باك. الدخول والدرايف. ضاعت الكرة إلى الريباوند. براين هولمز. العودة الكبيرة لفريق الحشد الشعبي الذي يحصل على الخطأ في هذه اللحظات. خطأ لمصلحة براين هولمز قبل دقيقتين 15 ثانية من انتهاء زمن هذا اللقاء. شاهد الخطأ بارتكاب من ايزيا ماركو هامنز. 200 حرة لمصلحة براين هولمز. على التنفيذ براين. هل هو التقدم؟ نعم، التقدم لمصلحة الحشد الشعبي في هذه اللحظات. تتبقى رمية أيضا. ثاني الرميات. براين هولمز. ضاعت الكرة إلى الريباوند. صفرة تحضر. ما هو القرار؟ القرار هو
انتقال الحيازة لمصلحة الكناري. كارل أو عفوا هذا كلي أنتوني إيرلي. أنا أتحدث دائما أقول اسم كارل أكيد. كارل أنتوني تاونز نجم المينيسوتا تيمبر وولفز هناك في الان بي اي على العموم، لكن الآن عندنا كلي أنتوني إيرلي. فارق نصف سلة، عودة الحكام لتقنية الاي ار اس، مباراة على المحك. نال طالب وأحمد علي شاهدون اللقطة الأخيرة. تقدم مستمر لوقت كثير مع فريق الكرخ، لكن العودة في هذه اللحظات المهمة لمصلحة فريق الحشد الشعبي الذي يتقدم بفارق نصف سلة. صعب التكهن في نتيجة هذا اللقاء، ماذا سيحدث؟ أكيد السلسلة متعادلة ما بين الفريقين. الانتصار الأول في الذهاب كان لمصلحة فريق الكرخ بنتيجة 69 مقابل 62 نقطة، أما في مباراة الإياب فريق الحشد الشعبي انتصر بنتيجة 71 مقابل 64. هذه النتائج بالنسبة للفريقين. عودة الحكام الآن، ما هو القرار؟ القرار هو الكرة بحيازة فريق الكرخ. هذه اللقطة الأخيرة، اعتراض كلي أنتوني إيرلي على اللقطة الأخيرة. دقيقتين 11 ثانية، ماذا سيحدث؟ أيزيا ماركو في صناعة اللعب، نقل الكرات إلى حسين علي. حسين درايف، محاولات، بلوك شوت رائع جدا، حلوة يا تايسون. اعتراض دفاعي مثالي بالماني تايم. الولي علي عبد الله شاهد نوت ان ماي باسكت على طريقة علي عبد الله الملقب بتايسون. على العموم الكرة من الحد النهائي، محاولات كاتش اند شوت قصيرة ضاعت على اللاعب اي سي. من جديد براين، ممكن شو تايم لهذا اللاعب يحصل على الخطأ. نعم، حرة رميتين لمصلحة براين هولمز. انقلبت الآية على فريق الكرخ. يتقدم الحشد في هذه اللحظات مع وجود رميتين حرة لبراين هولمز اللاعب السمول فورورد. شاهد هذه اللقطة الأخيرة، ليفي برادلي ارتكب الخطأ وبراين هولمز على التنفيذ. براين يسجل بنجاح، التقدم أكثر وأكثر بانتظار تنفيذ الرمية الثانية. ماذا سيحدث؟ تسجيل حاضر، الفارق أصبح 3 نقاط. حلوة للحشد الشعبي، العودة الكبيرة. العودة أتت بعد دفاع مثالي جدا، والهيلب حاضر، المساعدة ما بين اللاعبين. تعود الكرة من جديد، برادلي، كرة علي حاتم، سجل بنجاح. حلوة يا علي، صاحب الاعتراضات الدفاعية، ينقذ الفريق بنقطتين مهمة جدا. خلص الفارق إلى فارق النصف سلة. نعود من جديد، محمد قاسم.